السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة على قناتكم الطبخ كويزين دو صوفيا. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وتكونوا على خير وتكونوا في تمام الصحة والعافية. جمعة مباركة علينا وعليكم، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر إن شاء الله. اليوم بغيت نقترح عليكم أو بغيت نشارك معكم خبز الطوست بالدقيق الكامل، كيجي ناجح وكيجي خفيف. فما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الكامل. حيدوا ليه غير ديك النخاله الغليظه، خليوه يعني بالنخاله ديالو الرقيقه. غادي نزيد عليها 100 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نحتاجو 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. غادي نحتاجو كاس كبير ديال الحليب الدافي، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وغادي نحتاجو للملح. فنبداو على بركه الله بالطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ واحد القصريه غادي نوضع فيها الدقيق. يمكن لكم تستعملوا الكميه كلها بالدقيق الكامل. غادي ناخذ واحد زلافه صغيره غادي ندير فيها معلقه صغيره ديال السكر سنيده. غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، يمكن لكم تعوضوها بالخميره معجونه الا عندكم. وغادي نزيد عليهم الماء دافي وغادي نخليهم جانبا يتفاعلوا واحد 5 ديال الدقائق هكاك حتى ل 10 دقائق. غادي نخلط الدقيق مع الدقيق الابيض. هذا الخبز راه كيجي صحي، يعني الدقيق الكامل راه كنعرفوه كاملين باللي صحي. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الملح. غادي نزيد 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، يمكن لكم تعوضوها ب4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وغادي نتسنى بين ما تفاعل ليا هذاك الخليط عاد غادي نبدا نعجن العجينه. وبعد ما تفاعل ليا الخليط كيف ما كتشوفوا ديال السنيده والخميره راه ضاعف الحجم ديالو، صافي غادي نضيفوا الدقيق وغادي نبدا نعجن العجينه ديالي. غادي نبدا نعجنها اولا بالحليب دافي، عاد غادي نضيف الماء الا احتاجيتو، الا ما احتاجيتش غادي نكتفي غير بهذا الكاس ديال الحليب. المهم ان العجينه ديالكم تكون مرخوفه، ما تكونش العجينه ديالكم قاصحه، تكون مطلوقه شويه. في الاول راها كتكون يعني بحال ليله مفرته ومشته، غير كتعطيو هاد الليك وشويه ديال الماء راه كتجمع معكم وغادي تولي عجينه يعني شاده في راسها. ندلكها غير شويه كيف ما كتشوفوا القوام ديالها راه كيكون جاري. غادي ندلكها غير بصباعي يعني ماشي شي دليك النيت صافي. وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت. غادي نغطي عليها بالفيلم اليمونتير ولا ديرو بلاستيكا وغادي نخليها ترتاح مزيان وتخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. عادي ان شاء الله ندوزو من بعد باش نتلاقاو ونشوفوا الطريقه كيفاش غادي نشكلوا الخبز ديال الطوست ديالنا. خمرات العجينه ديالي وتضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا، راه تقلتها مزيان وخليتها تخمر على خاطرها. غادي نهويها، نحيد من هذاك الهواء كامل اللي كيكون فيها. وكيف شفتوا راني خديت المول ديال الكيك هذاك الطويل، يعني نخدموه باللي عندنا في الدار. رشيته بالدقيق الكامل ودهنته بالزيت. غادي ناخذ شويه ديال الدقيق الكامل وغادي نرش به سطح العمل وغادي نحاول نسرح العجينه ديالي. غادي نطلقها بالمدلك عادي، يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما نخليوهاش غليظه. تبدا تلصق لكم في المدلك، غير رشوا مره مره شويه ديال الدقيق، يعني ما تكثروش بزاف. كيف شفتوا راه يعني الطريقه راها ساهله
وناجحه ومضمونه 100%، كتعطينا واحد النتيجه اللي هي رائعه. يعني الخبز راه كيجي هشيش وكيجي خفيف من الداخل. يعني كنحاولوا نسرحوها على حسب الطول ديال المول. صافي وغادي نبدا نلويها عادي بحال اللي كنديروا للشنيك. غادي نبدا نلوي ونقرص في نفس الوقت كيف ما كتشوفوا كنلوي وكنقرص هذيك اللويه باش ما تحلش معايا. ونفضوا هذاك الفائض اللي كيكون ديال الدقيق، يعني نفضوه ولويو وقرصوا. غادي نلويها كامله صافي وغادي نديرها في المول ديال الطوست. الا عندكم مول ديال الطوست ديروا هذاك اللي كيتغطى من الفوق، الا ما عندكمش اكتفيو غير بالمول ديال الكيكه كيف ما استعملت انا، راه كتجي فيه النتيجه رائعه الصراحه. يعني قرصوا الجوانب ديالكم باش ما تحلش لكم اللويه، قرصوها مزيان. وغادي نديرها دابا في المول اللي دهنته كيف قلت لكم قبل بشويه الزيت ودهنته بشويه ديال الدقيق الكامل. غادي نعاود نغطيها بفيلم اليمونطير وغادي نخليها عاوتاني تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. المره الثانيه كيف ما كتشوفوا تضاعف الحجم ديال الطوست. فعندي هنا زلافه فيها شويه ديال المدافي، غادي ندهن الوجه ديال الطوست كامل بالماء. هذاك الماء راه غادي يعاونني باش نلصق فيه هذوك الزرارع من الفوق، وكيعطيه واحد الطبقه اللي كتكون مقرمشه من الفوق وكيعطيه واحد اللون ذهبي وزوين. غادي ندهن مزيان باش يلصقوا لي الزرارع في الوجه ديال الطوست. وفي الزلافه الثانيه راه عندي هنا واحد الخليط ديال الزرارع. انا استعملت هنا الشوفان الرقيق، استعملت الجنجلان الابيض وحبيبات ديال الخشخاش اولا السانوج اللي عندكم استعملوه. الا عندكم حتى الزريعه ديال نوار الشمس يمكن لكم تستعملوها. راه هذا الخبز كيجي غني بزاف وكيجي صحي وكيجي لذيذ. كنتمنى انه يعجبكم وانكم تجربوه. الصراحه راه كيجي ساهل بزاف واقتصادي وكيجي بنين بزاف، يعني صراحه احسن من اللي كناخذوه على برا. غادي نغطي الوجه ديال الطوست كامل بهذوك الزرارع صافي. وغادي ندخل المول ديالي الفران، سخنته من قبل على درجه حراره 180. غادي ندخلوه عادي بحال اللي كنطيبوا الخبز. غادي نخليوه حتى يتحمر وياخذ واحد اللون ذهبي صافي ان شاء الله، وغادي نخرجوه. وبعد ما طاب الخبز ديال الطوست ديالي كيف ما كتشوفوا راه خدا واحد اللون ذهبي زوين من الفوق. غادي نحاول نحيدو من المول. غادي ناخذ واحد السربيته، غادي نوضعها فوق سطح العمل. راه كيتحيد بسهوله، يعني راه ما كيلصقش مع كنا داهنين المول بالزيت وراشينو بالدقيق الكامل، راه ما كيلصقش نهائيا. غادي نحيدو من المول. كيف ما كتشوفوا النتيجه راها رائعه، راه خدا واحد اللون ذهبي زوين وجا خفيف. غادي نغطيه بهذيك السربيته وغادي نخليه حتى يبرد تماما، عاد غادي نقطعوه لانه الصراحه الا كان سخون وقطعناه راه ما كيبغيش يتقطع وكيجي معجن، يعني بحال ما كيكونش شاد راسو مزيان. غادي نخليه حتى يبرد كيف ما شفتوا. غادي نحاول نقطع معكم قطع. انا راه خليته حتى الغد ليه هذا الفيديو، هذا الكماله ديالو راه في الغد ليه يعني في الصباح كنقطعو باش نستعملو في الفطور. وهذه هي النتيجه النهائيه ديالو، راه كيجي خفيف وكيجي شاد راسو، والاهم انه صحي. يعني عارفين شنو دايرين فيه في الدار 100%، ما استعملنا فيه لا محسن للخبز لا حتى حاجه، وكيجي ناجح 100%. صدقوني غير جربوه، هذا راه ينفع حتى الناس اللي كيديروا الحميه وكيديروا الريجيم. وغادي نشارك معكم مره اخرى ان شاء الله خبز الطوست غير بالدقيق الابيض، حتى هو كيجي زوين بزاف. فعلاش لا، يعني نستعملوا شي حاجه في الدار ديالنا نعرفوا شنو كاين فيها عوض ما نشريوها يعني من الزنقه بثمن اللي هو زايد شويه. صراحه الا جينا نحسبوا راه هذا كيطلع اقتصادي على هذاك اللي كناخذوا على برا، وكيجي بنين. عرفتي راه غير الريحه ديالو ملي كيكون كيطوب كيجي واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتشاركوها مع العائله ديالكم ووليداتكم. شكرا لجميع الناس اللي يلاه انضموا للقناه سواء خارج المغرب او داخل المغرب. مرحبا بكم في القناه ديالي، نورتوني وكنشكركم بزاف من القلب الخالص ديالي. ومرحبا بالناس اللي مازال ما انضموش للقناه وكيشاهدوا الفيديو لاول مره. ندعيكم انكم تشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. شكرا لكم على حسن المتابعه وبسلام عليكم.